ناخد بقى في أولى ثانوي يونت 1 اللي هي قطعة الريدنج، ونطلع منها اللانجوج نوتس والستراكشرز والكلمات والمشتقات اللي بناخدها من نفس القطعة. بدل ما نبقى حافظين الكلمات في جدول، يبقى حافظين الكلمات داخل نفس قطعة الريدنج، وعارفين السياق بتاعها ماشي ازاي ومعنى الكلمة داخل جملتها. فنبدأ بقى القطعة، وركزوا معايا ويا ريت نكتب كل كلمات ومشتقاتها ناخدها مني. ركزوا كده معايا، يلا نبدأ بقى. بص كده معايا في قطعة الريدنج. ايجيبت طبعا بتكلم على ايجيبت والهيريتج، وطبعا قطعة جميلة خالص في بتاعت أولى ثانوي في المنهج بتاعنا الجديد. ركزوا كده معايا يا شباب. Egypt is a land with a heart. طبعا لما يقول Egypt is a land with a heart يعني معناته انه مصر هي ارض with a heart that has been beating for thousands of years. قلب ينبض من آلاف السنين. طبعا كلمة بيت معناته ينبض، عشان كده لما نقول هارت بيت يعني نبض القلب. لما نقول هارت مع بيت معناتها ايه يا جماعة؟ معناتها نبض القلب. That has been beating for thousands of years. طبعا نخلي بالنا انه هارت بيت او هارت بالس. بص كده معايا، كلمة هارت بيت او هارت بالس معناتها ايه يا جماعة؟ معناتها نبض القلب. اسمها هارت، ايوه هارت بيت او هارت ايه او هارت بالس. هارت ايه؟ هارت بيت او هارت ايه بالس. ركزوا كده معايا اها، بص كده اسمها هارت بيت او اسمها هارت ايه بالس. كلمة بالس يعني ايه؟ يعني نبض برضه، يبقى معناتها نبض الايه؟ نبض القلب. هارت بيت او هارت ايه او هارت بالس بمعنى ايه ولاد؟ بمعنى نبض القلب. for thousands of years يعني منذ آلاف السنين. we are proud. طبعا كلمة proud يعني فخور، فإحنا لما نقول proud to يعني فخور أن، ولو proud of to طبعا يجي وراها المصدر. خلي بالكم كده، to باخد وراها المصدر، لكن لو of باخد وراها الفعل في ing. It is a place where the past and the present meet in harmony. شايفين باقي الكلمات الحلوة؟ كلمة harmony يعني انسجام أو تناغم، معناتها انسجام أو إيه؟ أو تناغم. in harmony. Egypt has always played an important role. نخلي بالنا كلمة role معناتها دور. role معناتها إيه؟ معناتها دور. رول كده يعني دور، لكن لو قلنا رول معناتها ايه؟ رول معناتها قاعدة، لكن رول معناتها ايه؟ معناتها دور. خليكم معايا كده شباب. played an important role، يبقى play و important role يعني لعبت دورا هاما او دورا حيويا. in the world our ancestors يعني الأجداد built one of the greatest civilization. خلي بالكم كلمة civilization يعني حضارة. نكتب بقى كلمة حلوة منيها civilized معناتها ايه ولاد؟ متحضر. لكن لما نقول civil wars دي ملهاش علاقة بيها، معناتها حروب أهلية. حروب ايه؟ أهلية. ولما نقول civilians دي معناتها المدنيين، اسمها civilians. اسمها ايه؟ civilians يعني سكان المدينة، المدنيين. They give the world knowledge in writing, mathematics and medicine.
the hieroglyphs carved into محفورة طبعا في المعابد في الجدران بتاعة المعابد. طبعا احنا عارفين الفرق بين كارف وكيرف. كارف يعني ينحت، لكن كيرف يا جماعة دي معناتها منحنى يا شباب. بصوا كده خلي بالكم بقى. Into temple walls were not just beautiful art, they were a way to record history. يعني هي كانت طريقة يسجلوا بها التاريخ. The Library of Alexandria once ذات مرة gather يعني جمع knowledge from all over the world making Egypt a center of learning. طبعا كلمة center of learning يعني مركز ايه؟ مركز للتعلم. learning معناتها ايه؟ معناتها تعلم. اسمها center of ايه؟ of learning. اسمها center of ايه؟ of learning. Egypt was also a crossroads. كانت ملتقى، معبر. كروس رودز حتى معناتها تقاطع طرق يعني، فمعناتها ملتقى هنا ولاد. كروس رودز اوف تريد ميرشانتس، التجار ترافلد along. برضو خلي بالنا بتجي كتير along دي يعني بمحاذاة ظرف، لكن يا جماعة ايه كده ولونج دي صفة، وطبعا مؤكد لما صفة اخد وراها نون، زي لما اقول مثلا along way. Along the Nile and across the desert carrying goods such as gold, الذهب, spices, توابل والبيبرس and grain, our land was bridge where people met and exchanged ideas. يعني تقابلوا وتبادلوا الأفكار. exchange يعني إيه؟ يتبادل. Making Egypt a source of inspiration for many civilizations. Today Egypt continues to grow. طبعا هنا continues to grow. خلي بالكم بقى من ايه كم كلمة كده حلوين اقولهم لكم بقى على الاوبن بورد. بصوا يا جماعة كده معايا كلمة. بصوا يا جماعة كده لما اقول inspire وaspire. بصوا كده معايا لما بنقول inspire معناتها يلهم، لكن aspire معناتها يسعى إلى، وexpire يعني ينتهي الصلاحية، ورespire يعني يتنفس. وخلي بالكم كمان من كلمة اسمها conspire يعني يتآمر. يلا نقولهم تاني بقى. يبقى أول كلمة اسمها إيه؟ inspire معناتها يلهم أو إيه يا جماعة؟ أو يحفز. يلهم أو إيه؟ أو يحفز. اسمها إيه يا جماعة؟ اسمها inspire. inspire معناتها إيه؟ يلهم. خليكم معايا كده. في aspire دي معناتها يسعى إلى. في expire دي معناتها ينتهي الصلاحية. معناتها ايه؟ ينتهي الصلاحية. في ريسباير معناتها يتنفس. في كونسباير دي معناتها يتآمر. فخلي بالكم مني. ريسباير يتنفس. خلاص. بصوا كده معايا continues to grow. طبعا خلي بالنا انه continue دي ينفع يا جماعة يجي مع continue. بصوا كده continue ديت ينفع يجي وراها to المصدر أو الفيرب plus ing يعني both are correct. Our cities rise with modern buildings while our historical monuments still stand with pride. We are pride يعني ايه؟ الفخر. واحنا طبعا زي ما قلنا انه لما بستخدم كلمة برايد قلنا برايد معناتها ايه؟ معناتها الفخر. لكن لما بستخدم كلمة براود معناتها ايه؟ معناتها فخور. بصوا كده معايا لما اقول براود بصوا كده لما اقول براود دي معناتها ايه؟ معناتها فخور. فاقول براود of
بس أجيب وراها الفيرب بلس إيه ing، أو ينفع أجيب وراها noun أو أجيب وراها phrase يعني صفة واسم أو عبارة. وطبعا كون إنه براود دي صفة فهتسبق بفيرب to be. يعني لما أقول مثلا we are مثلا proud we are proud of being Egyptians. we are proud of being Egyptians يعني إحنا فخورين بإننا مصريين. وينفع أقول we are proud to be Egyptians. we are proud to be Egyptians فخورين أن نكون مصريين. we are proud to be Egyptians. طبعا في take pride in له فخر فيه. وطبعا كلمة pride دي ناون. pride ده ناون معناته فخر. وفي طبعا برايد كده دي معناتها ايه معناتها عروسة. وفي تيك برايد ان تيك برايد ان يعني له فخر فيه او يفتخر به اسمها تيك برايد ان. We are building new roads, bridges and neighborhoods. خلي بالكم برضو كلمة neighborhoods دي معناتها أحياء. لو أنا قلت بقى بص كده معايا، لو أنا قلت في فرق بين 3 كلمات، كلمة neighbor وهود كده، لما أقول neighborhood معناتها الحي. لكن يا جماعة لو قلت neighboring دي معناتها next door. ولو قلت neighborly يبقى دي معناتها ايه معناتها ودود. neighborly كده معناتها ايه معناتها ودود. يبقى neighboring دي معناتها مجاور. وكلمة neighborly معناتها friendly يعني ايه يعني ودود. monuments, bridges and the neighborhoods that show the world our determination. كلمة determination معناتها ايه معناتها عزيمة. to progress from the pyramids of Giza to the Grand Egyptian Museum. اهي بص برضه we continue to honor. طبعا الاتش silent ولاد هنا كان ينفع يقول continue honoring our history while shaping our future. we take pride in our country not only for its beauty but also because we understand the sacrifices of our ancestors. We work hard to make it greater for generations to come. كان ينفع يقول coming generations. طبعا every citizen has a role to play protecting our heritage contributing to. خلي بالكم بقى تنفع contribute تاخد to أو in وراها الفيرب بلس ing أو noun زي ما انتم شايفين طبعا. and sharing our culture with the world. دي كده